السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة تانية ثانوي، أهلا بيكم النهاردة في حل الهوم ورك السابع في الدرس بتاعنا النهاردة minimum deviation and theme prism. كنا خدنا آخر حاجة deviation in prism أو glass prism أو triangular prism زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وبعدين خدنا حصة بقى حالة خاصة كده من الديفيشن في البريزم وقلنا minimum deviation أو theme prism. تعال نشوف مسائل الهوم ورك بتاعتنا النهاردة كانت بتقول إيه. كان عندي أول سؤال بيقول لي a light ray is incident upon a prism المينيمم ديفيشن بوزيشن. البريزم بتاعي في وضعيه المينيمم ديفيشن، وزي ما شفنا مع بعض كده وضعيه المينيمم ديفيشن القوانين ابتدت تختلف شويه فيها، وقلنا دي اقل انجل اوف ديفيشن ممكن تحصل جوه بريزم، فقال لي فعلا suffers deviation يعني المينيمم ديفيشن بتاعي 34 degree. if the shaded half of the prism لو الجزء اللي انا ملونه دوت من البريزم is removed يعني نص البريزم بالظبط اتشال، ايه اللي هيحصل للانجل اوف ديفيشن اللي هي كانت 34 اللي هي المينيمم انجل اوف ديفيشن. طبعا احنا قلنا المينيمم انجل اوف ديفيشن كانت بتعتمد على الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم وبتعتمد على الايبكس. هنا لما اقسم البريزم نصين الايبكس هيقل نصين، فبالتالي فعلا المينيمم انجل اوف ديفيشن بتاعتي او المينيمم ديفيشن بتاعي فعلا هو كمان سفر ديفيشن 17 اللي هي نص ال 40 او ال 34. يبقى كده الانجل اوف ديفيشن بتاعتي decrease to half. السؤال اللي بعديه بيقول لي when light ray of wavelength اسمه لامدا incident on an equilateral prism، وقلنا equilateral prism يعني كل الانجلز 60، يبقى انا عرفت كده ان الايبكس بتاعي 60 that is kept in the minimum deviation position يعني محطوط في وضعيه المينيمم ديفيشن برضه. فبيقول لي it's found that the angle of deviation اللي هي الالفا نوت بتاعتي او المينيمم انجل اوف ديفيشن equals the apex angle بيساوي الايبكس. يبقى انا استنتجت اول حاجه ان المينيمم انجل اوف ديفيشن equals apex. فبيقول لي of the prism the refractive index of material of wavelengths لامدا. كده الريفراكتيف اندكس بتاعت الماتيريال بتاعتي هتساوي كام؟ تعال نشوف. انا عشان احسب الريفراكتيف اندكس انا محتاج اتنين انجلز، محتاج الانجل اللي بره اللي احنا قلنا هنسميها فاي نود، ومحتاج الانجل اللي جوه اللي هنسميها ثيتا نود. وزي ما اتفقنا ان ثيتا نود او الاثنين انجلز اللي جوه قد بعض وبيساوي نص الايبكس، صح كده؟ يبقى اول حاجه استنتجتها ان الثيتا نود او الانجل اللي جوه نص الايبكس يعني بيساوي 30. ناقص لي ان انا احسب الانجل اللي بره الفاي نود، وانا عندي قانون بيجمع الالفا نود equal to فاي نود الاثنين اللي بره ماينس الايبكس، وبرده الاثنين اللي بره كانوا بيساووا بعض وسميناهم فاي نود، صح كده؟ يبقى انا معايا الالفا نود بتساوي الايبكس، يعني اقدر اقول ايبكس equal to فاي نود ماينس الايبكس. ممكن اودي الايبكس ده الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى 2 ايبكس equals 2 فاي نود، يعني الفاي نود على طول بتساوي الايبكس، يبقى الفاي نود بتاعتي equals احنا قايلين البريزم بتاعنا ايكوليترال او الايبكس بتاعي ب 60، فكده اصبح معايا الفاي نود ب 60 والثيتا نود ب 30، يبقى اقدر اجيب الريفراكتيف اندكس بتاعي ساين اللي بره على ساين اللي جوه او ساين فاي نود ديفايدد ساين ثيتا نود، يعني ساين 60 ديفايدد ساين 30 اللي هي هتطلع معايا بروت 3 او الاجابه نمبر A اللي هي روت 3. يبقى انا فعلا قدرت اجيب الانجل اللي جوه بما انها نص الايبكس او الاثنين اللي جوه بيساووا بعض وسميناهم ثيتا نود فطلعت ب 30. قدرت اجيب الانجل اللي بره بما ان برضو الاثنين اللي بره بيساووا بعض وسميناهم فاي نود، وقلنا ساعتها الانجل اوف مينيمم ديفيشن او الالفا نود بتاعتي بتساوي 2 فاي نود ماينس ايبكس، والالفا نود كانت بتساوي الايبكس، يعني كده 2 ايبكس بيساوي 2 فاي نود، فقدرت احسب الفاي نود على طول، ومنها اقدر اجيب الريفراكتيف اندكس اللي دايما بيساوي الانجل اللي بره ديفايدد ساين الانجل اللي جوه. تعالى نقلب الصفحه كده مع بعض ونشوف question نمبر 3. كان بيقول لي the opposite graph shows the relation between the first angle of incidence phi 1 او first angle of refraction theta 1 of light ray falling on triangular prism and second angle of incidence phi 2 if the angle of minimum deviation يعني من ديني الالفا نود بتاعتي equals 30. عايز يحسب relative refractive index of the prism هتبقى كام، وزي ما اتفقنا اول ما الاقي الرسمه بتاعتي دي كده على طول انا عندي هنا الانجل ثيتا 1 بتساوي فاي 2، يبقى عند البوزيشن واي دي البوزيشن بتاع المينيمم ديفيشن، صح كده؟
وعرفت كمان ان على طول هاخد الرقم اللي هنا او اللي هنا اللي هو الدبل بتاع الفاي 2 او الدبل بتاع الثيتا 1 يبقى هو الابكس على طول، يبقى برضو معايا الابكس. يبقى انا اصبح معايا الابكس، اصبح معايا المينيمم انجل اوف ديفيشن، معايا كمان الثيتا نود الاثنين انجلز اللي جوه اللي هو 30 و30. عشان احسب الريفراكتيف اندكس فانا ناقص لي الانجل اللي بره، ناقص لي الفاي نود، ولسه قايلين ان الفا نود ايكوالز 2 فاي نود ماينس الابكس. انا عايز الفاي نود اودي الابكس بالبلس، يبقى 2 فاي نود ايكوالز الفا نود بلس ابكس. هو مديني الالفا نود ب 30، من على الرسمه الابكس بتاعي ايكوالز 60، يعني 2 فاي نود ايكوالز 90. يبقى كده اقدر اجيب الفاي نود، اقول ان هي 90 ديفايدد 2 اللي هي هتطلع معايا ب 49. جبت الانجل اللي بره ب 45 ومعايا الانجلز اللي جوه ب 30، يبقى اقدر اقول على طول ان الريفراكتيف اندكس بتاعي ساين الانجل اللي بره ساين فاي نود ديفايدد ساين الانجل اللي جوه ثيتا نود، يعني ساين 45 ديفايدد ساين 30 اللي هي هتطلع معايا بروت 2 او الاجابه نمبر ايه روت 2. تاني حاجة برضو في نفس المسألة بيقول لي the angle of emergence of light ray هتبقى كام؟ واحنا اتفقنا الانجل of emergence دي من الانجلز اللي بره اللي هي first angle of incidence phi 1 او الانجل of emergence theta 2 اللي احنا سميناهم على طول بفاي نود، واحنا لسه جايبين الفاي نود بكام؟ ب 49. يبقى قصده فاي نود اللي هي طلعت معايا، انا قلت 49 ثلاث مرات صح؟ محدش فيكم علق، هي 45. يبقى طلعت فعلا ب 45 اللي هي الاجابه نمبر سي. يبقى الاثنين اللي بره سواء انجل اوف ايمرجنس او انجل اوف انسيدنس الاثنين بيساوي 45. مش هشربكم نسكافيه معايا. في المساله اللي بعديها بيقول لي in the opposite figure if the deviation of light ray through the prism الريفراكتيف اندكس بتاعي مديهولي بروت 3، يعني هو مديني الريفراكتيف اندكس او الان بتاع البريزم بتاعي بروت 3، عايز نحسب الفاي وعايز نحسب الالفا. هو مديني الفاي وانا واخد بالي ان الفاي دي الانجل اللي بره، وعايز يحسب الالفا. مديني الانجل اللي جوه المثلث الصغير دوت 120، وانا عارف ان المفروض المثلث كله 180. وطالما انا عندي المثلث دوت ايسوسيلز يعني الاثنين انجلز اللي جوه دول قد بعض، يبقى انا عرفت ان دي وضعيه مينيمم ديفيشن صح كده. 180 ماينس 120 ب 60، يعني كل انجل من دول ب 30، الانجل اللي هنا ب 30 والانجل اللي هنا ب 30. خلاص فانا عرفت كده ان انا في وضعيه مينيمم ديفيشن، معايا الانجل اللي جوه ب 30 ومعايا الريفراكتيف اندكس، فاقدر فعلا ان انا احسب الانجل اللي بره، عشان الان يساوي ساين الانجل اللي بره اللي هي اسمها فاي ديفايدد ساين الانجل اللي جوه اللي هي اسمها سيتا. وانا معايا السيتا ومعايا الان اقدر اقول ان ساين فاي هعمل كروس مالتيبليكيشن على طول ايكوالز ان تايمز ساين ثيتا، يعني روت 3 تايمز ساين 30 يعني روت 3 اوفر 2، واعمل شيفت ساين للكلام ده فهيديني فعلا ان الفاي ب 60. يبقى جبت اول حاجه الفاي اللي انا عايزها ب 60، يبقى عرفت ان الاجابه نمبر ايه غلط، الاجابه نمبر بي غلط، الاجابه يا اما سي يا اما دي. هو عايز الالفا، وزي ما قلنا الاثنين اللي جوه بيساووا بعض، يبقى انا اقدر برضو اقول ان الالفا دي وضعيه مينيمم ديفيشن، يعني الفا نود ايكوالز 2 فاي نود اللي انا لسه جايبها ب 60 ماينس الابكس. عشان اجيب بقى الابكس احنا في وضعيه المينيمم ديفيشن المفروض الابكس بيساوي 2 ثيتا نود او 2 تايمز اللي جوه صح كده، لان الاثنين اللي جوه قد بعض. يبقى الابكس على طول طلع اهو 2 تايمز 30 يعني ب 60. بقى معايا الابكس معايا الفاي نود، اقدر احسب الالفا يعني 2 تايمز 60 ماينس 60 فهتطلع برضو ب 60. انا جبت فعلا الديفيشن بتاعي اللي هو طلع ب 60 والالفا اللي طلعت ب 60، عشان كده الاجابه بتاعتي طلعت نمبر دي الالفا ب 60 والمينيمم ديفيشن بتاعي برضو ب 60. if the angle of deviation of light in thin prism، وقلنا اول ما الاقي كلمه thin prism خلاص فانا عرفت ان في قوانين جديده للانجل اوف ديفيشن مخصوصه او خاصه بالثين بريزم. فبيقول لي its apex angle او الانجل اوف ديفيشن equals apex angle، يعني الالفا نود بيساوي الابكس. فبيقول لي the refractive index of the prism، وقلنا اول ما تلاقي ثين بريزم لا ده انا في قانون جديد للريفراكتيف اندكس والديفيشن والابكس بيربط الثلاثه ببعض، بيقول لي ان الالفا نود ايكوالز ابكس ان ماينس 1. طب ما هو قال لي ان الالفا نود بيساوي الابكس، يعني ابكس ايكوالز ابكس ان ماينس 1
الابكس يروح مع الابكس يبقى هنا 1 ايكوالز ان ماينس 1. اقدر اودي ال 1 دي بالبلس يبقى ال n على طول ايكوالز 1 بلس 1 يعني ايكوالز 2. عشان كده فعلا الريفراكتيف اندكس بتاعي يطلع ب 2. والسؤال دوت كان موجود في امتحان التابلت سنه 2020 لما كان بيبقى على مستوى الجمهوريه كلها. يبقى انا عملت ايه؟ هو قال لي هنا ثيم بريزم، فانا عرفت ان قانون الديفيشن بقى قانون جديد او مختلف عن القوانين اللي احنا بقى درسناها في التراي انجلر بريزم العادي، ان الالفا نود ايكوالز ايه تايمز ان ماينس 1، لان احنا قلنا هو دايما في وضعيه المينيمم ديفيشن. وقلنا كمان ساعتها ان انا عندي الابكس بتبقى انجل صغيره جدا، فانا اقدر اخلي القانون بتاعي ان الالفا نود ابكس تايمز ان ماينس 1. وشفنا او اثبتنا في الحصه ازاي بقى ان القانون اتحول للشكل ده. خلاص الابكس بيساوي الالفا نود، فانا اقدر اطير الابكس مع الابكس يتبقى هنا 1 ويتبقى هنا ان ماينس 1. بقت ماثيماتيكال ايكويشن قدرت احسب منها الريفراكتيف اندكس بتاعي. اقلب معايا كده ببيج 58. السؤال اللي بعده كان بيقول لي the deviation angle of light ray that falls on an equilateral triangular prism. واتفقنا equilateral يعني كل الانجلز ب 60 يبقى الابكس بتاعي equal 60 was at minimum deviation. كان في وضعيه minimum deviation، فالديفيشن دوت كان ب 30 يعني الالفا نوت بتاعتي ب 30. عايز يحسب الريفراكتيف اندكس بتاعت البريزم ماتيريال. احنا اتفقنا عندنا قانونين، انا ممكن احسب الان على طول بالقانون بقى بتاع المينيمم ديفيشن، ان الان ايكوال ساين الفا نود بلس ابكس ديفايدد 2 ديفايدد ساين ابكس ديفايدد 2. ممكن حد تاني يقول لي لا يا مستر انا مش هعرف اعمل كل ده على الكالكوليتور، انا هحسب الفاي نود لوحدها واحسب الثيتا نود لوحدها واقول ساين فاي نود ديفايدد ساين ثيتا نود. مش مشكله، ما انا ممكن برضه اقول ان الالفا نود ايكوالز 2 فاي نود ماينس ابكس، اودي الابكس بالبلس اقدر احسب الفاي نود يبقى 2 فاي نود ايكوالز الفا نود بلس ابكس يعني 30 بلس 60، واعمل ديفايدد 2 عشان اجيب الفاي نود يبقى 90 ديفايدد 2 يعني 45. فانا جبت الفاي نود وبرده الثيتا نود على طول يساوي نص الابكس هي يبقى انا كده جبت الثيتا نود وجبت الفاي نود. اقدر بقى اقول ان الريفراكتيف اندكس بتاعي على طول الان ايكوال ساين اللي بره اللي هي فاي نود ديفايدد ساين اللي جوه اللي هي الثيتا نود، يبقى ساين 45 ديفايدد ساين 30 يعني هتطلع معايا بروت 2. يبقى انا حسبت فعلا اول حاجه الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم ماتيريال. بعدين تاني حاجه عايز ذا انسيدنس انجل اوف ذا بريزم، انا حسبتها في السكه وانا رايح اللي هي اسمها فاي نود، يبقى فاي نود اللي هو عايزها على طول بيساوي 45. طب عايز الاميرجنس، واتفقنا ان الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف اميرجنس او الاثنين انجلز اللي بره احنا سميناهم فاي نود يعني برضه بيساوي 45. يبقى انا فعلا قدرت احسب الاثنين انجلز اللي بره، قدرت احسب الثيتا او الثيتا نود اللي هي الاثنين انجلز اللي جوه، وقدرت اطبق احسب الريفراكتيف اندكس. والله عايز تشتغل بالقانون ده ماشي مش مشكله، بس ما تنساش ان كل دوت جوه الساين او جوه البراكت بتاع الساين. عايز تجيب الفاي نود والثيتا نود عشان ما تتلخبطش وتعمل ساين فاي نود ديفايدد ساين ثيتا نود برضه ما فيش مشكله. اقدر احسب الريفراكتيف اندكس بالقانونين الجداد، بس ده في وضعيه المينيمم ديفيشن والبريزم العادي مش الثين بريزم. تعال نشوف بروبلم نمبر 2. بيقول لي لايت فول اون ان ايكوليترال بريزم، وقلنا طالما لقيت كلمه ايكوليترال يبقى على طول اكيد الابكس ب 60 لان كل الانجلز بتاعت البريزم قد بعض. if the angle of incidence equals the angle of emergence equal 40. وطالما قال لي الجمله دي ان الانجل اوف انسيدنس equals the angle of emergence يعني الاثنين اللي بره بيساووا بعض، فانا عرفت كده ان دي وضعيه مينيمم ديفيشن. عايز يحسب الانجل اوف ديفيشن، خلاص احنا عندنا قانون ان في وضعيه المينيمم ديفيشن هو المفروض بيساوي الاثنين انجلز اللي بره ماينس الابكس، واحنا قلنا في الحاله دي بنسميها فاي نود اللي هو قال لي عليها ب 40، يبقى 2 تايمز 40 ماينس الابكس اللي هو ب 60، فهتطلع فعلا المينيمم ديفيشن بتاعي ب 20. طب عايز الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم، ما انا معايا الانجل اللي بره بفاي نود طلعت ب 40، ناقص اجيب الانجل اللي بره، وقلنا في الحاله دي هي بتساوي نص الابكس، يبقى اقدر فعلا اجيب الثيتا نود ابكس ديفايدد 2 اللي هي هتطلع معايا 60 ديفايدد 2 يعني هتطلع ب 30. جبت الانجل اللي جوه خلاص يبقى الريفراكتيف اندكس ايكوال ساين الانجل اللي بره فاي نود ديفايدد ساين الانجل اللي جوه ثيتا نود يعني ساين 40 ديفايدد ساين
30 يعني هتطلع معايا 1.29. يبقى انا كده قدرت احسب الريفراكتيف اندكس. حد تاني يقول لي يا مستر انا مش هلف اللفه دي، انا هقدر اعملها على الكالكوليتور، اعمل على طول ساين الفا نوت بلس ايبكس ديفايدد 2، بس ما انساش ان كل ده جوه البراكت بتاع الساين ديفايدد ساين ايبكس اوفر 2. يبقى انا فعلا كده قدرت ان انا احسب ايه الريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال بتاعتي، وقدرت فعلا ان انا اطلع الان. بس ما تنساش ان كل ده جوه البراكت بتاع الساين بتاعك هتديك نفس القيمه او نفس الناتج. اقلب معايا الصفحه كده في بيج 59، بيقول لي the opposite graph represents the relation between the first angle of refraction theta 1 and the second angle of incidence phi 2 when the light passes through the equilateral triangular prism. وزي ما اتفقنا اول ما تلاقي كلمه equilateral يبقى الايبكس على طول ب 60. فبيقول لي what does the angle at point C represents. وقلنا اول ما يكون في وضعيه minimum deviation فانا عارف ان الانجل C دي represents apex of the prism. يبقى الرقم اللي هو C دوت دي الايبكس اللي هي ب 60. فبيقول لي which point A B C represents the minimum deviation position. وقلنا في الحالة دي بتكون النقطة اللي عندها الإكس بيساوي الواي أكسس أو الثيتا 1 بيساوي الفاي 2، يبقى هي دي وضعية المينيمم ديفيشن، لأن الاتنين أنجلز اللي جوه كده بيساووا بعض. يبقى بيكوز عند النقطة بي دي فاي 2 equals ثيتا 1. طب بيقول لي find the refractive index of prism material. لو عرفت ان الانجل اوف ديفيشن او الالفا نوت بتاعتك ب 30، انا معايا الايبكس ممكن احسب منها على طول الثيتا نوت، وزي ما اتفقنا ان هي نص الايبكس يعني 60 ديفايدد 2 يعني 30، ناقص لي احسب الانجل اللي بره. وعشان اجيب الانجل اللي بره انا اقدر اجيبها من قانون المينيمم ديفيشن. الفا نوت ايكوالز 2 فاي نوت ماينس ايبكس، اودي الايبكس بالبلس يعني 2 فاي نوت ايكوالز الفا نوت بلس ايبكس يعني ايكوال 30 بلس 60 واعملها ديفايدد 2. يبقى انا جبت الفاي نوت فعلا بيساوي 90 ديفايدد 2 اللي هو 45. كده معايا اللي بره ب 45 اللي جوه ب 30، يبقى على طول الريفراكتيف اندكس بتاعي ساين فاي نوت الانجل اللي بره في الهواء ديفايدد ساين ثيتا نوت الانجل اللي جوه بريزم يعني ساين 45 ديفايدد ساين 30. فهلاقي الاجابه طلعت معايا بروت 2. يبقى انا قدرت فعلا احسب الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم ماتيريال اللي هي طلعت بروت 2. تعال نشوف المساله اللي بعدها. بيقول لي the opposite graph represents the relation between the angle of incidence phi 1 and the deviation angle alpha of a light ray falling on face of triangular prism. Using the value shown on the figure, calculate the emergence angle of light ray. احنا زي ما اتفقنا هي الفاي 1 اللي هي الفيرست انجل اوف انسيدنس، بس لما تكون عند المينيمم ديفيشن قلنا بنسميها فاي نود، وساعتها بيكون الاثنين اللي بره بيساووا بعض. يعني برضو الانجل اوف ايمرجنس بيساوي الفيرست انجل اوف انسيدنس ايكوالز 48.5. انا حسبت الانجل اوف ايمرجنس. عايز احسب الايبكس وانا باين عندي برضو ان دي وضعيه المينيمم ديفيشن، يعني هنا الالفا نود معايا الالفا نود والفاي نود، فاقدر فعلا ان انا اقول على طول ان الالفا نود كانت بتساوي 2 فاي نود ماينس الايبكس. لو عايز احسب الايبكس اودي الايبكس بالبلس واجيب الالفا نود بالماينس، يبقى الايبكس ايكوالز 2 فاي نود ماينس الفا نود يعني 2 تايمز 48.5 ماينس الالفا نود او المينيمم ديفيشن اللي برضو عندي على الرسمه ب 37، فهيطلع عندي الايبكس كده ب 60. طب عايز الريفراكتيف اندكس بتاع الجلاس ماتيريال او البريزم بتاعي. احنا عارفين ان الثيتا نود بيساوي نص الايبكس صح كده؟ وانا معايا الفاي نود ب 48.5 ونص الايبكس يعني الثيتا نود كده اقدر اقول ان هي ايبكس ديفايدد 2 او 60 ديفايدد 2 يعني 30. فاصبح معايا الثيتا نود الانجل اللي جوه معايا الفاي نود الانجل اللي بره، يبقى الان او الريفراكتيف اندكس يساوي ساين الانجل اللي في الهواء ديفايدد ساين الانجل اللي جوه البريزم يعني ساين 48.9.5. ال5 طالبه معايا ب 9 النهارده مش مشكله، ديفايدد ساين 30 فهتطلع approximately 1.5. يبقى انا فعلا قدرت احسب الريفراكتيف اندكس بتاعت الجلاس ماتيريال. تعال نشوف مع بعض اخر صفحه عندنا في الهوم ورك. كان بتقول
The opposite figure shows the relation between the angle of the minimum deviation for different material prisms which have the same apex and n-1. لقيت ريليشن ما بين الالفا نود والn-1 وهو قال لي كذا بريزم، بس الكذا بريزم دول عندهم نفس الابكس. طب السلوب بتاعي دوت يساوي مين؟ السلوب بتاعي equals change in alpha node divided change in n-1. طب مين القانون اللي كان بيجمعهم؟ هو مش كان القانون بيقول alpha node equals apex n-1؟ فلما اودي دي بالديفايدد يبقى الابكس هو اللي بيساوي الفا نوت ديفايدد n-1، يعني هو السلوب. يبقى انا لو جبت السلوب جبت الابكس بتاع البريزمز دي، يبقى انا عرفت على طول ان الابكس ايكوال سلوب. واحنا قلنا لما يكون عندي انجل ثيتا على طول السلوب ايكوالز تان ثيتا او تان الانجل بتاعتي يعني تان 80، فطلع فعلا البريزم بتاعي الابكس بتاعته 5.67. يبقى انا قدرت احسب الابكس من السلوب على طول بما انهم كلهم عندهم نفس الابكس. نمبر 6 بيقول لي same prism of refractive index 1.5، يعني مديني الريفراكتيف اندكس بتاعت البريزم بتاعي ب 1.5 submerged in water refractive index 1.33. ادي الريفراكتيف اندكس بتاع الووتر. If the light ray which fall on the prism deviated by angle 1.04، يعني مديني المينيمم ديفيشن بتاعي calculate the apex angle of prism. وزي ما احنا عارفين طالما الانجل بتاعت البريزم او المينيمم ديفيشن بتاعي او هو قايل لي سين بريزم، فانا كده عرفت اني هستخدم قوانين السين بريزم. الالفا نود ايكوالز A n-1، بس هو بريزم ومحطوط جوه ميه، دي كده ابسوليوت ريفراكتيف اندكس ولا ريلاتيف ريفراكتيف اندكس ما بين ماده وماده ثانيه؟ مفيش هوا في الموضوع، يبقى اصبحت ريلاتيف ريفراكتيف اندكس. وزي ما اتفقنا هي المفروض n2 ديفايدد n1. طب مين اللي يكون n1؟ الووتر ولا بريزم؟ اتفقنا ان اكيد هحط الكشاف في الميه، مش هينفع احطه جوه الجلاس بريزم، صح كده؟ يبقى دايما الميه او الليكويد اللي محطوط فيه البريزم هو n1، ودايما البريزم هو n2، والريلاتيف ريفراكتيف اندكس كانت دايما n2 ديفايدد n1، يعني دايما بنحط ال n بتاعت البريزم فوق، ال n بتاعت الليكويد اللي هو الووتر بتاعي هي اللي تحت. انا بقى عايز احسب الابكس، اعمل كروس مالتيبليكيشن، اودي الابكس بالناحيه الثانيه او هودي البراكت ده كله تحت الالفا نود، يبقى الابكس يساوي الفا نود ديفايدد ان بريزم ديفايدد ان ووتر ماينس 1. الالفا نود بتاعتي او المينيمم ديفيشن هو قايل لي 1.04 ديفايدد الان بتاع البريزم اللي هو 1.5 ديفايدد 1.33 ريفراكتيف اندكس بتاع الووتر ماينس 1، واطلعها كلها فيطلع فعلا الابكس بتاعي 8.14 اقل من ال 10، يعني فعلا سين بريزم. يبقى دايما الريلاتيف ريفراكتيف اندكس وانا بحسب لما في حاله البريزم يكون موجود في ليكويد، البريزم هو n2 والليكويد هو n1، او الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم هو اللي بيتحط فوق، الريفراكتيف اندكس بتاع الووتر هو اللي بيبقى دومينيتور. اخر مساله معانا النهارده في الهوم كان بيقول لي two thin prisms are placed inversely such that one of them cancels the deviation which is formed by the other. يعني جبت بريزم حطيته عكس البريزم الثاني، فواحد فيهم لما حصل ديفيشن هنا راح دوت رجع كنسله ورجع اللايت تاني زي ما كان ماشي. فبيقول لي the apex of the first prism equals 8 refractive index 1.5 if the apex of the second deviation is 6. عايز يعرف الريفراكتيف اندكس بتاعه. طيب ما هو طالما عكس او كنسل الديفيشن بتاعه يبقى عمل نفس الديفيشن، صح كده؟ يعني اكيد الالفا نود بتاعت الاولاني كانت بتساوي الالفا نود بتاعت الثاني، لانه قدر يكنسل الديفيشن، يعني هيعمل نفس الديفيشن بس بعكس الدايركشن. يبقى عندي كده ايبكس 1 تايمز n1 ماينس 1 يساوي ايبكس 2 تايمز n2 ماينس 1. انا عايز احسب الريفراكتيف اندكس بتاع الثاني دي، اودي الايبكس الثانيه بالديفايدد، يبقى n2 ماينس 1 equals apex 1 divided apex 2 times n1 minus 1. الايبكس 1 بتاعتي كانت بتساوي 8، الريفراكتيف اندكس بتاعه ب 1.5 minus 1 divided الايبكس الثاني كان ب 6، وبعدين هتطلع الناتج بتاعي 4 over 6. انا بقى عايز ال n2 اودي ال 1 الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى 1 بلس 4 over 6 اللي هي هتطلع معايا approximately 1.67. يبقى انا فعلا قدرت
اجيب الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم التاني، يبقى طالما قال لي في العباره بتاعته وحطيته انفيرسلي وعمل كانسل للديفيشن، يبقى اعرف على طول ان كانت الانجل اوف ديفيشن للبريزم ده هي الانجل اوف ديفيشن للبريزم التاني، بس في عكس الدايركشن طبعا طالما قدرت ان هي تكنسلها. فاستغليت الجمله دي، حطيت القانون والقانون قدرت احسب الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم التاني. وده كان حل الهوم ورك بتاع الدرس السابع بتاعنا، اخر درس في اللايت. استنونا بقى عشان نشوف هوم ورك اخر حصه في المنهج الهوم ورك الجاي ان شاء الله. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.